اتفرجوا على الماتش. النهاردة أنا حابب أتكلم عن الوضع القائم في مصر ومش عاجبني. خليك يتمسك هتتمسك يا ولد. وده طبعا التهم الوضع مقفولة عادي. بص بص بص، التهم مقفولة. الوضع القائم ده إن أنا أقصد بيه هو التحرش الإعلامي بالنادي الأهلي واضطهاد النادي الأهلي. بس احنا مش بيهمنا، ماشي، بس برضه في نفس الوقت وجب التنويه. تلاقي واحد زي أيمن يونس يطلع لك يعلق لك على ماتش الأهلي، يقول لك ان الاهلي وحش وهو غالب وقت 3 نقط اللي احنا كنا بنسمعه. ماشي، الاهلي مستوى لسه ما استردش مستواه، بس في نفس الوقت الحمد لله فاز وجاب ال3 نقط ومستواه في تصاعد وفي اصابات كتيره. طب ليه بيستغلوا عاوزين يوقعوا الاهلي، عاوزين يجوا على لعيبه الاهلي زي ما في الاول جم على تريزيجيه وكانوا عاوزين يوقعوه ويحبطوه، بس الحمد لله ربنا نصر عليهم وهينصر كل ابناء الاهلي عليهم. والغريب بقى اللي هو ده مش بيحصل، يعني مش عارف بقى بقصد بدون قصد، بيحصل برضو ايضا من ابناء الاهلي. تلاقي ابناء الاهلي ماشيين مع الموجه والسوشيال ميديا بتاعت جماهير الاهلي ماشيه مع الموجه، يهاجموا الاهلي ويهاجموا الخطيب. طب ليه؟ انتوا نسيتوا الانجازات؟ نسيتوا اللي الاهلي كان واقع خالص الفتره اللي فاتت مع مدرب فاشل، معلش يعني مدرب فاشل اسمه ريبيري وقع الفرقه. لما جم ابناء النادي الاهلي زي عماد النحاس، بقياده عماد النحاس و... ومدير كوره وليد سليمان، الحمد لله النادي بدا يستعيد مستواه، بدا يبقى ليه شكل. صحيح مش في افضل حاله، بس مش معقوله مره واحده وزي ما بيقولوا من الدار للنار ولا من النار للدار، ولا والله انا محتار فيكم سواء زملكاويه او اهلاويه، اللي كل من يريد الايقاع من النادي الاهلي. ولو اولاد النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بقت بهذه القسوه على ابنائه وعلى لعيبته وعلى ادارته، ما ينفعش ما ينفعش احنا نشاركهم اللي احنا نوقع نادينا. احنا الاهلي يا جماعه. اهو بيراميدز متعادل، اهو بيراميدز متعادل والزمالك قبليه متعادل ووقع اهو. قعدوا يقول لك الاهلي لم يستعيد مستواه ولسه لم يستعيد الثقه واللياقه البدنيه بتاعت الاهلي وحشه. طب هو الزمالك حلو؟ الاهلي في ماتشين غلب، ماتشين جاب الزمالك، ولو فاز على الزمالك بقى الاول. خلصت. احنا مش بنجري ورا ريال مدريد اصلي، ده الزمالك يا جماعه، الزمالك يعني فاهمين انتوا، واحنا الاهلي. فانا مش عاوزين نخرج عن موضوعنا. في الحقيقه انا متضايق جدا من سواء بقصد او بدون قصد اللي هو يعني ايذاء والقسوه على ابناء ولاعيبه الاهلي وعلى اداره الاهلي وعلى ابناء الاهلي المخلصين. وما ينفعش لو لعيب يعني مثلا يعني جه مره مستواه قل او حظه مش ماشيه معاه،
اللي احنا نقعد نضغط عليه وندوس عليه ونشتمه ويسمع شتايم مش عارف في اهله وحاجات غريبه يعني. ما ينفعش يا جماعه. ما تنسوش اللعيب ده عمل ايه للاهلي ولمصر ومستواه، وجاب جوان قبل كده ايه، وعمل ايه وعمل ايه، وطول عمره راجل. انا معاكم لو لعيب بقاله سنه سنتين وحش زي واحد اسمه شريف، ما فيش فايده فيه. محمد شريف ده ما فيش فايده فيه. هو اصلا مشى من الاهلي بعد سنه او سنتين مستواه زفت، وجاي يحنكها دلوقتي. انا مش عارف ايه اللي جابه. احنا جبناه بس عشان ما يروحش الزمالك. نحرقه بقى، نحرقه ونسيبه، نركنه كده. هو كده كده ميت اصلا. لكن ما ينفعش يا جماعه ابناء الاهلي النادي المخلصين الرجاله نعمل معاهم كده. انت بتخلي واحد يشيله. لا يجوز ولا يكوز. لا يكوز ايها الكوز المتحدث. لا يكوز. مين اللي جاب الجول؟ والحق لسه. يا جماعه عاوزين ايه؟ نعقل كده ونهدى على نفسينا، ومش احنا اللي نوقع نادينا.